ما شاء الله عليا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي يا جماعة. في الأيام الحلوة اللي احنا فيها دي ربنا ينولنا فيها يا رب كل كده خير وبركة، وربنا يغفر لنا كل ذنب. ندخل بقى في موضوعنا. النهاردة أنا بعمل ممبار. من امبارح مجهزة، عملت صينيتين مكرونة بشاميل عشان ما اقومش وانا صايمة اعمل كل ده، لاني يعني انا الحمد لله ان انا بعرف اصوم. اللهم لك الحمد. هنشوف دلوقتي كده بقى هنعرف نحشيه ازاي، لان حشوه صعب. هنشوف. بصوا يا عيال، انا مجهزاهم من امبارح وهو حطيتهم كمان في الصينيه يعني. بس اهم حاجه ان انتي ما تسلقيش المكرونه قوي، يعني نص سلقه كده او سلقه الا ربع. ماشي. واهو عملت صينيتين وهدخلهم بقى الفرن على مهلهم كده، والحمد لله. ممكن ازود لهم بشاميل شويه، لان مش عارفه ليه المكرونه بانت كده. ممكن اعمل بشاميل حبه صغيرين كده واحطهم على الوش بس لما يتشمع. هعمل شويه بليله جنب القصه دي كده، معرفش ليه بس هي طلبت اعمل بليله. اخر شويه عرقسوس هعملهم حبه صغيرين، وباذن الله هنزل اجيب النهارده عشان انا بحبه بصراحه. يعني هو الحاجه الوحيده اللي بشربها على الفطار. بصوا بقى، حطيت الكربوناتو في الطبق، العرقسوس، وحطيت عليه ربع معلقه كربوناتو. هو ده انا مش متاكده صح ولا لا موضوع الكربوناتو ده، بس ما بحسش بطعمه يعني. الحمد لله يعني ما سببليش اي حاجه يعني. عادي طعمه جميل زي ما بشربه من وانا صغيره يعني. بس هو الطريقه الصح ان هو من غير كربوناتو ويتخمر في الشمس. انا برضه هدخله في الشمس يتخمر شويه مع الكربوناتو، وعلى المغرب بقى اقوم مزوده ميه ومصفياه بقشر. بصوا بقى، دخلت احط العرقسوس في التلاجة. في البلكونه عشان يخمر. قعدت ادور على حته شمس، ما لقيتش غير هنا في سبت المشابك، فحطيته يخمر. ماشي. وده نعناع بجففه من امبارح، والزرع بتاعي بصوا مات ازاي يا عيال. بس بحاول اليومين دول ان انا اهتم بيه تاني واخليه، وهو الحمد لله بدأ اهو يطلع حاجات صغنونه خضراء. بدأ يطلع حاجات صغنونه خضراء. ده تقريبا كده شبت او بقدونس اللي بيطلع ده، مش عارفه. دي الجهنميه المفروض، مش عارفه. هحاول ان انا اعالجها واقص كل اللي بايظ ده. على الله بقى، يعدي ربنا كده. هنحاول معاهم في شهر رمضان كده بالميه والحاجه، وما كانش هبدأ بقى افضي الاصاري واقلب التربه وازود وكده. بس هنكمل بقى فطارنا. المكرونه بدأت تبقبق وهتدخل بقى تبدأ تستوي من تحت. هو لسه بدري عموما على الفطار، بس انا بقول عشان لو نمت في اي وقت ابقى حاجتي جاهزه. بصوا بحشي الممبار بالقمع. مش بعرف احشي غير كده الصراحه. حشيت اهو شويه وتعبت جدا وزهقت كمان. شوف بقى هنعمل هنكمل بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهو نزلته بس لسه هيستوي بقى. يا دوبك هو كده بس اتنفخ، واسيبه بقى يستوي كده شويه، وبعدين اطلعه بقى اصفيه ونحمره على الفطار باذن الله. بصوا بعد ما طلعته، مش عارفه هو رفيع كده ليه، مش عارفه. حاسه انه رفيع مش زي اللي بنجيبه. غريب. بس هو بلدي، انا جايبه الكيلو ب120 بلدي، وكان فيه الدهون من جوه وكل حاجه تمام يعني. حتى لا قشرته غير التاني ده، انا جربته. التاني ده عامل زي البلاستيك. ما شاء الله حلو وكل حاجه، بس رفيع ليه مش عارفه يعني، مش فاهمه فيه إيه. بس حلو، شكله حلو، ان شاء الله يطلع طعمه جميل. لسه فيه بيتسلق ولسه فيه دول هنزلهم وخلاص كده الحمد لله. واعمل بقى لسان عصفور. والبتاعه دي البليله خلصت، استوت. اي حاجه حلوه. انا مش هعمل حلو النهارده بقى عشان البليله دي تخلص. بسم الله الرحمن الرحيم.
مية مية، اللهم صل على النبي، زي الفل اهي يا ولاد. ايه رأيكم؟ جميلة قوي كده، لونها جميل. هعمل عرقسوس بقى. انا من هواة العرقسوس، بشربه كل يوم في رمضان. عاملة شوية صغيرين عشان كانوا اخر حبة عندي بقى، والنهاردة بإذن الله هجيب. هصفيه في الإشارب وخلاص على كده، واحطه في التلاجة. Horizon Egypt Developments